أضاء الحفل 58 لتوزيع أعرق الجوائز الموسيقية الأمريكية سماء لوس أنجلوس، Taylor Swift. واختير ألبوم 1998 لتايلور سويفت الذي كرس تحولها إلى نجمة عالمية في موسيقى البوب كأفضل ألبوم. وباتت سويفت في سن 26 أول امرأة تفوز للمرة الثانية بهذه الجائزة. وتغلب 1998 على To Pimp a Butterfly لمغني الراب كندريك لامار الذي تحمل أغنياته الغضب من العنصرية. وترشح لامار ل11 جائزة وفاز ب4 عن أفضل أداء لموسيقى الراب وأفضل أغنية وأفضل تعاون وأفضل أغنية مصورة. Once I finish this, if you listen, then sure you will agree. Been feeling this way since I was 16. Come to my senses. You never liked this anyway. Pump your friendship, I meant it. I'm African American. وفازت أغنية Thinking Out Loud للمؤلف والمغني البريطاني إد شيران بجائزة أغنية العام. وشارك إد شيران الجائزة مع إيمي ويتش وهي مغنية بريطانية ساهمت معه في تأليف الأغنية. كما فاز مارك رونسون وبرونو مارس بأفضل أداء بوب ثنائي عن أغنية أب تاون فانك. وفاز جاستن بيبر عن أغنيته Where Are You Now بجائزة أفضل تسجيل راقص. واستطاعت ميغان ترينر نيل لقب أفضل فنانة صاعدة. وميز الحفل إحياء ليدي غاغا ذكرى ديفيد بوي في عدة عروض على المسرح. كما أبدعت أديل على مسرح لوس أنجلوس. أما الغائب الحاضر عن الحفل فكان الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي فاز بجائزة عن أفضل كتاب مسموع عن أدائه في النسخة الصوتية لكتاب مذكراته الأخير. كما ألغت ريانا مشاركتها في العرض في اللحظات الأخيرة بعد أن أمرها الأطباء بالاستراحة. أما على السجادة الحمراء فتأنقت النجمات العالميات بأجمل الأزياء، فيما تألقت النجمة كاري أندروود بفستان من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.